المخدرات مش حرام عشان ما اتذكرش في القرآن كلمة مخدرات. القرآن ذكر ان الخمر حرام فاجتنبوه، وتعريف الخمر في اللغة العربية الفصحى هو كل ما يسكر العقل ويغيب وعيه. يعني اي حاجة بتعمل نفس الفعل بيبقى فيها نفس الحكم. طب ما هو القرآن مثلا ما قالش ان القتل بالمسدس حرام، هل ده معناه ان قتل الناس بالمسدس حلال؟ القاعدة ان القتل حرام سواء بالسيف او بالحجر او بالمسدس او حتى بالخازوق. القرآن برضو ما جابش سيرة الاونلاين بوكر، بس ما دام هو ميسر يبقى حرام. مش مهم الشكل، المهم الفعل نفسه. نفس الفكرة بتطبق على المخدرات. مش لازم القرآن يقول ان الهيروين او الحشيش او الترامادول او ايا كان حرام، لكن بما انه بيغيب العقل فهو بيعمل نفس اثر الخمر، يبقى نفس الحكم حرام. وبالنسبة للناس اللي بتقول انا حر دي حياتي، الحرية معناها ان انا اعمل اللي انا عايزه وقت ما انا عايز، لكن انت لما بتشرب مخدرات انت بتعمل اللي المخدرات عايزاه، فده فعليا عكس مفهوم الحرية. المخدرات عمرها ما كانت طريقة للهروب، دي طريقة بتبدأ بنفس وبتنتهي بندم. اسأل اللي جربها، انت نفسك اللي بتدافع عن الحشيش او بتدافع عن المخدرات. توافق انك تركب طيارة سايقة واحد محشش او تدخل تعمل عملية مع دكتور شارب بانجو؟ ربنا يقينا ويقيكم مشاكل المخدرات. سلام عليكم.